صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. النهاردة هنكمل مع بعض قراية كتاب نظرية الفستق الجزء الثاني، ودي الحلقة رقم 7. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. عنوان: ما يجب ان تعرفه الفتاة عن الرجال. بعد صدور الجزء الاول من كتاب نظرية الفستق بدأ واضحا إنه لقى شعبية واسعة بين الفتيات على وجه الخصوص. لاحظت ذلك من خلال الردود والتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال الرسائل والاستفسارات التي تصلني عبر البريد الإلكتروني. وإكراما للجنس اللطيف، أستأذن الجنس الغير لطيف في تخصيص هذا الموضوع للفتيات فقط. سأخبرهن فيه بأسرار لا يعرفونها عنكم، وأحذرهن من 7 حقائق صادمة يجب معرفتها مسبقا عن زوج المستقبل. الحقيقة الأولى أطلق عليها تأثير الصدمة، فحتى لو اعتقدت أنك تعرفين حق المعرفة قبل الزواج، تظل هناك أشياء لا تظهر إلا بعد الزواج. فأثناء الخطوبة يحاول كل طرف الظهور بأفضل مظهر يثير إعجاب الطرف الآخر، غير أن الأمور تتغير بعد الزواج، فيظهر الرجل على حقيقته بسرواله وفانيلته وشخصيته التي تعاني منها والدته وشقيقته. وفي حين يمكن للمرأة الأمريكية أن تقول بعد 10 سنوات: هذا هو الرجل الذي قبلته، قد تقولين أنت لأهلك بعد 10 أسابيع: هذا هو الرجل الذي قبلتم به، وتغلقين باب الغرفة خلفك. الحقيقة الثانية: خدعة التساوي. لا يخدعك أحد، فالزواج ليست شراكة وتساوى بنسبة 50%. الرجل الشرقي والعربي بالذات يرفض المشاركة في مسؤولية الطبخ والتنظيف وتربية الأبناء، فتضطر الزوجة لتحمل كل هذه الأعباء حتى حين تملك وظيفة وتشارك في دخل المنزل. لا أنصحك باختلاق المشاكل حول هذا الموضوع، ولا حتى إخباره أن المرأة غير ملزمة شرعا بأعباء المنزل، ولكن لا تتوقفي عن النقاش معه بهدوء حتى تصل لحل مقبول. الحقيقة الثالثة: الرومانسية لدينا غير. بعكس ما نشاهد في الأفلام، رجالنا متحفظون ويصعب عليهم نطق كلمة أحبك. بالنسبة للرجل العربي، والتعبير عن الحب بطريقة الأفلام دلع وميوعة يكاد يكون من خوارم المروءة. مهما وصل حب الزوج لزوجته، يخبرها دائما بأقل مما في قلبه خشية اكتشافها نقطة ضعفه وعدم قدرته على الاستغناء عنها. الجميل في الموضوع انه قد لا يقول أحبك، ولكنه يظهر ذلك بشكل مفاجآت وهدايا تقول أحبك بطريقة مختلفة. الحقيقة الرابعة: لم يبق بقربك دائما. الرجال لا يحبون الحديث بقدر النساء، ويشعرون بالاختناق حين يقضون وقتا طويلا في المنزل. يجب أن تدركي ذلك كي لا تعتقدي إنه سيبقى بقربك أو ينصت إليك كما كان أيام الخطوبة وتليفونات آخر الليل. الكلام بالنسبة للرجل مجرد وسيلة لنقل المعلومات، ولهذا السبب نتحدث باقتضاب مع بعضنا على الهاتف، في حين ان الكلام بالنسبة للمرأة وسيلة تواصل واستشعار عاطفي بصرف النظر عن الكلام ذاته. ولهذا السبب تتحدث المرأة مع صديقتها لساعات دون ان تقول شيئا فعلا. الحقيقة الخامسة: انسي موضوع الصدق والصراحة. الصدق والمصارحة شيء مثالي، ولكنه لا يحدث دائما على أرض الواقع، بل على العكس. ستكتشفين بمرور الأيام أن الزواج الناجح يتطلب أحيانا كتم الأسرار وقول نصف الحقيقة. فمهما بلغت العلاقة بين الزوجين، تظل هناك اختلافات لا يمكن تجاوزها. مجرد وجود ذكر وأنثى يعني اختلافا في وجهات النظر وترتيب الأولويات.
وبمرور الزمن يكتشف الزوجان إن هناك قضايا لن يتفق عليها ولا يفهماها الجنس الآخر، فيتعلمان إخفاء الأسرار غير الضرورية تجنبا للاحتكاك. الحقيقة السادسة، انسي كذلك فترة ما قبل الزواج. المؤكد ان مرحلة ما قبل الزواج تختلف عن مرحلة ما بعد الزواج، فنحن لم نكن لنسمع عن قيس وليلى وروميو وجولييت وعنتر وعبلة لو أن علاقتهما انتهت بالزواج كملايين البشر. ما يحفظ قصص العشاق هي المأساة التي لا تنتهي بدخولهم قفص الزوجية، أما بعد الزفة وانصراف المعازيم فتصبح القصة مكررة ولا يتذكرها غير أصحابها. الحكاية ببساطة تبدأ بعاشقين ولكنها تنتهي بزوجين وأطفال وخلافات لا تنتهي حول هذا الأمر أو ذاك. الحقيقة السبعة، الهرمونات تتحكم بنا. هل تعرفين لماذا تخف لوعة الحب بعد الزواج؟ هذا إذن افترضنا وجودها أصلا قبل الزواج، لأن الحب يحدث تغيرات كيميائية في مادة الدماغ تعود لمستواها الطبيعي بعد الزواج، وبمرور السنين تحدث تغيرات كيميائية أخرى تغير شخصية بل وحتى جسد الرجل والمرأة. فهرمونات الحمل والأمومة مثلا تؤثران على شخصية وجسد المرأة، فحين تؤثر مرحلة الأبوة على هرمونات الرجل فيغدو أكثر حلما وشعورا بالمسؤولية وحملا للأطفال، وحين لا تفرز بشكل كافي يفضل الهرب وقضاء أطول فترة ممكنة خارج المنزل. ولأن المساحة لا تتسع لشرح كمية الحب والزواج، تذكري فقط إنها تلعب دورا مهما في المراحل التي ستمران بها خلال رحلة الزواج. قد تكرهينني بسبب هذا الموضوع، ولكن هذا هو الواقع الذي لا يمكنك مواجهته بغير كلمتين، لا 3 لهما. كوني واقعية. النظرية باختصار شديد جدا، الرجال رجال والنساء نساء، ومن الخطأ افتراض اتفاقهما على كل شيء. قد تبدأ الحكاية بعاشقين ولكنها تستمر بزوجين يعوضان لوعة العشق بالرحمة والمودة والاحترام المتبادل. ما يحفظ قصص العشاق هي المأساة التي لم تنتهي بدخول قفص الزوجية. بس كده، ده كان عنوان النهاردة وحلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، علشان عايزين نوصل في أقرب وقت ممكن ل 500 سبسكرايبر. احنا خلاص قربنا لأن احنا حاليا 490 على اليوتيوب. وبس كده، كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. وبالمناسبة شاركوني رأيكم في التعليقات، متفقين مع الكاتب المرة دي ولا لأ؟ سلام.